لوجو ابو رامي ظهر في الشاشه كده ولا لسه؟ السلام عليكم، يا اهلا وسهلا بيكم في سلسله وما خفيه كان قطع، السلسله اللي احنا بنجيب فيها مطعم مشهور باكله معينه بس بنجرب من عنده بقيه الاكلات اللي موجوده في المنيو عشان نشوف تستاهل ان احنا نجيبها ولا لا. مطعم النهارده يا جماعه زي ما انتم شايفين هو مطعم ابو رامي اللي موجود في الحي السابع مدينه نصر. ابو رامي دايما مشهور بسندوتشات الكبده والسجق، وفي ناس ممكن يجيبوا من عنده نص على الفحم. نص على الفحم انا كاني لسه في السعوديه، اللي هو يعني نص فرخه مشويه. بس ابو رامي بقى في طلع عنده شويه حاجات تانية كده انا ما كنتش عارف ان هي موجوده عنده، طواجن، فتات، حواوشي وكذا حاجه تانية كده، فهنجرب ونشوف. بس قبل ما نبدا الفيديو اللي مش مشترك اشترك في القناه ويعمل لايك للفيديو. انا قاعد عمال اطلع في السلطات. مفيش بس غير البروست ومنيو كمان، وفي هنا يعني بتاع 5 6 اطباق كده ومعالق وشوك وكاتشب. نرمي بقى الكلام ده على جنب ونشرب كوبايه ميه عشان عرقت. طيب انا بفضل زي الفيديو اللي فات احط الاكل كله قدامي ونقعد نشوف بقى من هنا ومن هنا. بعد برضو كول سلو، انا مش عارف كول سلو ده جه مع ايه بصراحه بس قشطه. نبدا باول طبق معانا. هو الاطباق كلها جايبها في اطباق فويل كده يعني، حتى الطواجن برضو. وده طبق رز ماشي، ما يخصناش الرز قوي، بس هو الطبق هنا هو قالب اللوجو على تحت تقريبا، هو معلم الرز بكده يعني. سيبنا من الرز، خش على تاني طبق. برضو البتاع هنا لونها ابيض يبقى ده رز. لا ما احنا مش هنخلص كده. ايوه تعالى لي بقى في الحاجات المزفلطه دي. احب انا الزفلطه. يا لهوي ده انا ما صورتش صوره الصمنيل. احنا هنشيل البتاع ده الاول كده. اديله ده يا جماعه المفروض كده طاجن لحمه بالبصل. بص احنا بادئين بدايه قويه على طول، ما بنهزرش. شكرا. انا بحتاس انا في موضوع الثامنيل ده. سياده المخرج مش موجود برضو النهارده. تمت بحمد الله. واحد يتصورها في دقيقه ويقعد فيها ساعه في فوتوشوب ويا ريتها بتطلع عدل. الطاجن ده يا جماعه سعره 105 جنيه، وانا شايف هنا 3 قطع كويسين، بصل وتسبيكه شكلها خفيف كده. طبعا نجرب الكلام ده بالعيش. جايب لنا هنا بتاع 5 ترغيفه عيش بلدي. طاجن اللحمه بالبصل ده عشق، وندوق نشوف. بسم الله. اللحمه دايبه كده وسواها مظبوط يعني، ما بتتقطعش بصعوبه خالص. التسبيكه اللي معاها في الطبق هنا هي خفيفه شويه. البصل كميته معقوله، بس ليا تعليقين وده برده في الاخر هو اذواق. اول تعليق كان نفسي ان البصل بس يبقى مسكر شويه، يعني انا بحب طاجن اللحمه بالبصل يبقى كده. ممكن الناس ما بتحبش ان البصل يبقى مسكر فهي اذواق. تاني حاجه محتاج بس ان ملحه يزيد حاجه بسيطه، يعني هو سنه كمان كنت احس ان طعمه دلع، بس هو في الاساس كلحمه وتسويه هو مظبوط بالشعره، حلو قوي. خلينا نجرب الطحينه برده كده. ده محل بيعمل كبده وسجق لازم يكون بيعمل طحينه حلوه جامده. توميه حلوه برضو، غريبه دي. شوف الكول سلو كده، الكول سلو كمان حلو. انت ايه حكايتك بالظبط في النهارده؟ السلطه الخضراء مشطشطه كده. لا ابو رامي النهارده جاي على وضعه الصراحه. طاجن كنت متوقع منه اقل من كده، بس لا هو مستواه كويس، بس شويه تظبيطات وموضوع الملح ده لو يزيد سنه هيظبط جامد قوي. طيب الطاجن ده كده ممكن نديله 7 من 10. ملحه بس يتظبط ممكن ياخد 8 كمان، خصوصا ان سعره كويس بالنسبه للحجم ده، فبدايه قويه من ابو رامي. خلينا بقى نشيل الطاجن ده ونخش على اللي بعده. خلينا لا ده هنا ده الرز، دول طبقين رز مالناش دعوه بيهم. نخش بقى على الطبق ده كده. ده ده بقى؟ ايوه ده هنا طبق الحواوشي. ده هنا حواوشي على الفحم سعره عامل 55 جنيه. هو مقطع الحواوشي كده 4/4 وكميه اللحمه اللي فيه معقوله. حتى انت كمان شايف في حتت بصل متقطعه صغير قوي، وفي حتت دهنه موجوده كمان كده. لا ابو رامي النهارده جاي يعمل شغل عالي. نجرب كده بالطحينه. شوف 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 شوف. اوعى العيش اللي فك من اللحمه. الحواوشي هنا لا هو الحواوشي الحرش ابو بهارات كتير، ولا هو الحواوشي اللي بهاراته هاديه خالص كده. هو حته في النص ما بينهم كده، ودي اعتقد ان هي هتعجب اذواق كتير. مش هقدر احكم على تحميصه العيش لان هو برده جاي لي دليفري، فممكن يكون متحمص هناك وهو في المطعم. بس رغيف الحواوشي حلو يعني، كميه اللحمه كويسه والبصل برده مش محطوط كتير، نسبه الدهون معقوله مع اللحمه، فكل ده عامل شغل حلو. فالحواوشي ده كده ممكن نديله 8 من 10. وطبقه اللحمه مش رفيعه قوي برده، لا يعني ما بين الرفيعه وبين التخينه. طيب خلينا نشيل الحواوشي ونخش على بعده. نخش على البروست ولا الملوخيه؟ لا خلينا نخش على الملوخيه. هي كده كده اكيد مش هتبرد في الجو اللي احنا فيه ده، انا اصلا يعني الجو حر نار. ده هنا طبق ملوخيه سعره عامل 30 جنيه، بس عايز اقول لكم طبق ملوخيه صغير جدا يعني. يبقى العيش بتاعنا ودن القطه الجميله بتاعتنا. بس خلينا نشوف قوام الملوخيه كده. يا حلاوه الملوخيه يا جماعه، تقيله جدا مش مميميه خالص، ودي حاجه انا عن نفسي بحبها بصراحه. شكلها فيها 10 من 10 ولا ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ لا ده ابو رامي جاي يتالق النهارده. عشان بس نبقى واضحين من الاول كده، الاكل اذواق يعني. الملوخيه هنا تقيله قوي، في ناس ممكن ما تحبش الموضوع ده، يقول لك لا انا مش عايز الملوخيه تبقى خفيفه، بس عايزها تبقى في الوسط كده. انا عن نفسي بحبها تقيله قوي كده، بس غير كده بقى طعم الطشه باين في الملوخيه، ملحها مظبوط. ملوخيه يعني معموله بمعلمه، برغم ان هي موجوده في المنيو كده على جنب كده مرميه، يعني عارف اللي هو ممكن اصلا ما حدش ياخد باله منها، بس عجبتني قوي. فالواحد بقاله كتير قوي ما اداش 10 من 10. برافو عليك يا ابو رامي.
شغل رهيب. طيب خلينا نخش على بعده. نخش بقى على ايه؟ على البروست. ايوه دي هنا وجبه بروست 3 قطع عامله 125 جنيه. عيش كايزر وحجمهم كويس وفريش برضو مش بايتين خالص، وكميه بطاطس كويسه قوي. نشوف بقى كده ابو رامي هيتغلب على KFC ولا لا. انا مش متوقع نتيجه قويه برضه يعني. ايه ده ناشفه قوي. يا ترى ايه تخيلكم لما تيجوا تاكلوا بروست من عند مكان بيعمل كبده وسجق وتطلب منه ان هو يبقى جايبها لك سبايسي؟ سبايسي يا جماعه رهيب يعني، لا سبايسي قوي قوي غشيم. بس طبقه البريدنج يعني هي مش هقول مثلا هي كرانشي، لا هي ناشفه مش سهله كده في اكلها. لا السبايسي غشيم. ايه ده مش ممكن. الفراخ والله يعني هي محيراني، يعني موضوع السبايسي ده التتبيله السبايسي نفسها عجباني قوي، بس هي غشيمه زياده عن اللزوم. اللي هو انا بحط بهارات كتير في السجق، فانا هحط لك بهارات كتير في الفراخ، هحط لك بص بهارات كتير في اي حاجه تقابلني، فهي سبايسي بزياده. بس طبقه البريدنج ان هي ناشفه وانا باكلها دي يعني ما بسطتنيش بصراحه. يعني من متعه الفرايد تشيكن الواحد ياكل طبقه البريدنج اللي بره تقعد تكرانش كده وانت مستمتع وانت بتاكلها. هنا طبقه البريدنج ناشفه، ودي مالهاش علاقه بالدليفري. يعني انا باكل اصلا فرايد تشيكن في البيت اكتر من باكله بره، والفراخ بتجيلي بتبقى مظبوطه بصراحه، فمش عارف محتار. طيب ممكن ندي الوجبه دي كده 6 من 10. هي بس محتاجه يعني تتهندل شويه عن كده، لا هتدي نتيجه قويه بصراحه، بس خف وتوابل شويه. يعني ده مش كبده وسجق يعني دي فرايد تشيكن فاهم. يعني صلى على النبي كده وايه واهدوا شويه. خلينا كده ايه نخش على بعضه. نجيب بقى الطبق ده كده. ايش هذا؟ حبيب قلبي السجق. اي نعم انا كنت قايل ان انا مش هجيب كبده وسجق في الفيديو ده، بس انا لقيت بيقول ان هم عندهم طاجن سجق، فانا كنت متخيل ان الاكل هيجي في طواجن فخار بقى وبتاع وشغل عادي، ما كنتش عارف ان هو هيجيبه في فويل كده. ده هنا طاجن سجق عامل 95 جنيه. انا شايف كميه سجق كويسه مع فلفل الوان وبصل. انا السجق ده لو عجبني انا هتمزج، بس عايز تمزجني اعملي سجق حلو. برنس. مسميات الاكل بتفرق قوي يا جماعه. يعني انت لما تقول لي مثلا انا عامل لك طاجن سجق، يبقى انا متوقع الحاجات تجي لي في طاجن فخار. هتقول لي ورقه سجق، ما عنديش مشكله ان هي تيجي في طبق فويل زي ده، بس هبقى متوقع تسبيكه بقى وحركات. ده هنا انت لو كنت قلت لي طبق سجق وخلاص هيبقى ده قد التوقعات، بس انا قلت بقى طاجن، لا هيبقى فيه تسبيكه، هيبقى الموضوع اتقل من كده بشويه. هنا مفيش تسبيكه خالص، بس طعم السجق حلو قوي. فالطبق ده كان ممكن انت تسميه طاسه سجق، ده هيبقى مسمى لايق اكتر على اللي انا شايفه. هل اتبسطت؟ اتبسطت. يعني السجق بصراحه طعمه حلو. برضه فلفل الوان والبصل هنا عاملين شغل حلو قوي، والسجق نفسه بهاراته يعني ايه فوق المتوسط بشويه. فالطبق ده كده ممكن نديله 9 من 10. يعني هو جامد جدا، بس كان ممكن هو يبقى احلى كمان. طيب لا ابو رامي عامل شغل جامد. انا الصراحه اول ما ابتديت الحلقه دي كنت متوقع ان انا اتبسط بنسبه 60%. لحد دلوقتي مفيش بس غير البروست هو يمكن اللي ايه خيش شويه، بس برضه ما كانش وحش، كان كويس. ماشي خلينا بقى ايه نخش على اخر طبق معانا. خش على الطبق ده. اخر طبق ده يا جماعه المفروض طبق فتة فاهيتا لحمه. الطبق ده عامل 105 جنيه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه يابا ليه؟ ما احنا كنا ماشيين كويس، ليه كده يا ابو رامي؟ انا شايف هنا رز بسمتي وعيش متحمص وشرايح لحمه رفيعه وشويه صلصه من على الوش كده. سندوتش مثلا فاهيتا الفراخ بيبقى قطع فراخ مع مثلا بصل فلفل زيتون، يعني ايه في حركات كده. وكذلك برضو فاهيتا اللحمه. لكن انت تقول لي فتة فاهيتا وتحط لي شويه رز وصلصه وشرايح لحمه رفيعه يبقى كده دي فاهيتا؟ مش عارف. هو ممكن يكون مثلا قال لك لا انا لو حطيت معاها مثلا فلفل وزيتون وبتاع مش تبقى فته. يعني عشان تبقى فته لازم تبقى رز وصلصه. طب لو هتعمل كده خليه رز ابيض مش بسمتي. يعني مفيش فته بتتعمل برز بسمتي. طيب مش مشكله، يعني خلينا بس ايه نجرب كده ونشوف، ممكن يبقى طعمها حلو. الصلصه تقيله قوي. انا بالنسبه لي يعني بدل ما كنت تجيب لي شرايح لحمه رفيعه اللي هي الفاهيتا دي، لا كنت تجيب لي قطعتين لحمه سلام وخلاص ويبقى اسمها فتة لحم. لكن انا باكله ده يعني هي اذواق في الاخر، بس الدنيا مش لايقه على بعضها. يعني اصلا فته برز بسمتي مش جايه معايا سكه. المفروض صلصه الفته دي يبقى فيها توم خل كده، لا هنا الموضوع صلصه صرف، يعني تحسها صلصه مكرونه. غير كده برضو شرايح اللحمه دي مش عارف وانا باكلها مع الرز مش يعني عارف اللي هو ايه مش ممتعه. الموضوع تحسه ناشف شويه كده. لا طبق ضعيف. يعني الحمد لله ان هو جه في الاخر عشان ما يقفلناش. يعني الفيديو كان ماشي كويس قوي، بس الطبق ده لا خيش تخيشه وحشه. هو طبق مش مفهوم، فلا ده كده ممكن نديله يعني 2 من 10. يعني هو 2 دي كويسه قوي عليه. طيب خليني كده اشيل الكلام ده من قدامي ولا خسركم التجربه. طيب هو انا من غير ما اشيل بقيه الحاجات يعني مش قادر بصراحه. انا كنت متوقع اقل من كده بكتير من ابو رامي، لان انا اول ما ابتديت القناه جبته في مقارنه شاورما وما كسبش، وجبته برضه في مقارنه كبده وسجق وما كسبش. المقارنه الوحيده اللي عمل فيها شغل كويس كانت مقارنه الفراخ المشويه. لكن النهارده انا شايف مستوى عالي. يعني في فيديوهات في السلسله دي لما باجي اجربها كده يعني الواحد بيلاقي نفسه طلع له بحاجه او حاجتين في الفيديو بالكتير بيبقى طعمهم حلو، لكن النهارده في كذا حاجه طعمها حلو. يعني طبعا اكتر حاجه عجبتني الملوخيه كانت تحفه. طاجن السجق برضو كان جامد جدا. الحوشي برضو حلو. اللحمه بالبصل برضو حلو، بس كان عايز يتظبط
ملخبط شويه، بس بالنسبه للطحينه والتوميه والكول سلو والسلطه الخضراء تحفه. انا مفيش حاجه ما عجبتنيش، فشغل عالي من ابو رامي الصراحه. انا مش عارف انا هصور امتى الفيديو بتاع الطبخ بتاع السجق، الدنيا حر بطريقه مش طبيعيه فيه. وبس كده، اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه الفيديوهات اللي تحبوا تشوفوها الفتره اللي جايه. وده كده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.